اهلا بكم كاملين. شوفوا هاد البرودوي تيقضي على الاوساخ الصعبه اللي تتكون في الاواني الفضه والنحاس. شوفوا انتم زعما ما قطعتش تصوير، خليته كنت تشوفوا. نظفت بجهه وخليت الجهه الثانيه باش تشوفوها، ونظفت به حوايج كثيره نحاس. ما كنقطعش التصوير باش تشوفوا بعينيكم. هاد البرودوي صراحة غادي ينفعكم كاملين. تنظفوا به كاع البقع الصعبة اللي عندكم كتكون ميدمة ومعلكة، تيقضي عليها بالمرة. نظفت به تقدروا تحيدوا حتى الصدى. هاد الصينية شوية لقيت فيها شوية الصدى ورشيت عليها هاد البرودوي ومسحت عيب الشيفونة وتحيد داك الصدى اللي كان هنا. درت النحاس، شوفوا النحاس تا هو كيردو تيلمع، شوفوا بعينيكم. انا ما تنديرش الاشهار، ولكن غير بغيت نشاركه معكم باش يهنيكم تنتوما من دوك البقع اللي كيكونوا صعاب يتحيدوا من ما عند الفضه والنحاس. هذا غيسهل عليكم ان شاء الله. ونظفت به هاد الحاجه اللي سميتها مرشه، تنعمروها بالريحه وتنرشوا بها على الضيوف في الأعراس والمناسبات والأفراح. تنحلوها هكا، تنعمروها وتنسدوها وتنبقاو نرشوا بها على الضيوف. شوفوا الزاج ديال الحمام، شوفوا كيبان لكم مضبب وفيه الكالكير، وتعرفوا مع الماء السخون والصابون تيولي بقع صعيبه في الزاج او الزجاج، كيولي فيه صعيب باش تنظفوه. نظفت به الزاج، نظفت به الحيط مع الرطوبه تيولي دوك ما بين الزليج داك الخط اللي كيكون ابيض تيولي فيه الغموله مع الرطوبه. كل شيء تينظفوا الحمد لله. المهم خليكم معايا حتى لاخر فيديو. نتوما كتشوفوا تنظيف الحمام، تنظيف الروبينيات، تنظيف كل شيء. المطبخ راه شاركت معكم ديك المره المطبخ وسميتو داكشي اللي تيولي معلك مع الصهد ومع الدهون، تيولي معلك ما صعيب نحيدوه في الكوزينه، حتى هو راه كيسهل عليه. شوفوا من بعد، شوفوا شحال ولا نقي الزجاج، ما بقاش فيه داكشي، ولا زوين بزاف، نظيف، كلشي منقي، كلشي تيلمع. والسلام عليكم ورحمه الله. خليكم حتى لاخر الفيديو.